بصوا بقى النهارده عامله روتين. تمام. بس انا مش هتكلم عن الروتين اللي انا عاملاه، انتوا الصوره خير دليل، انتوا تتفرجوا مع نفسكم بقى كده. واللي حابب بيحب بيعشق روتينات يتفرج. بس انا هتكلم في كلام بره الروتين خالص، يعني هنحكي مع بعض كده، نفضفض مع بعضنا كده، عشان في كام كلمه واقفين في زوري كده. اقسم بالله هيجيبوا لي نقطه. بالنسبه لاستاذتنا الجميله الفنانه ياسمين عبد العزيز، والاستاذ يعني احمد العوضي الفنان الجميل. الاتنين دول يعني اعز ناس يعني على قلبه، بعزهم جدا، وناس من فنانين محترمين جدا جدا جدا. اللي يعني الواحد يعني يا ريت يكتروا في الزمن ده. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. انا عايزه بس اسال سؤال، يعني هي مصر، شعب مصر كله ما عادش وراه حاجه يا جدعان غير مشكله الفنانه ياسمين والفنان احمد العوضي. احنا خلاص ما عادش ورانا حاجه. لا عندك ابن في ثانويه عامه، ولا عندك بنت في اخر سنه في الليسانس، ولا عندك ابنك عايز يتجوز، ولا عندك ابنك داخل على شبكه الناس ما بقاش وراها حاجه غير المشكله دي. سيبوا الناس تحل مشاكلها بنفسها. ما كل بيت عنده اللي مكفيه. سيبوا الناس تدي فرصه لنفسها، شوفوا تحل المشكله ازاي. انتوا بتضغطوا عليهم نفسيا والله العظيم جد. يعني لو حتى لو ناويين يرجعوا بالكلام ده كل شويه، جايبين مثلا احمد العوضي وياسمين عبد العزيز بيكتبوا كتاب، وفجاه تلاقي الفيديو فيك. شويه جايبين احمد العوضي بيرد على ياسمين عبد العزيز بيقول ايه، كلام كتير كده، وفي الاخر معناه يقول لك ايه. اللي صاحب الفيديو بيتكلم بيقول لعله يقول ايه ده معنى الكلام ده، ان هو مش هيرجعوا لبعض. ايه يا جماعه في ايه؟ في لا ده هو خانها، لا ده هي اللي خانته، لا ده هي قالت له، ده هي عايرته ان هي فنانه وهي اللي خلته نجم، لا ده هو لا. ايه ده؟ ايه يا جدعان؟ اقسم بالله ده ايه ده احنا بقينا حاجه صغيره قوي، احنا بقينا ناس يعني ايه ده. بقينا عينا صغير جدا. ايه ده؟ الواحد مش مستوعب. احنا سبحان الله، احنا بنعقل وبنكبر ولا بنصغر ولا في ايه بالظبط يعني. الاول كنا يعني شاغل نفسنا بشيرين عبد الوهاب وطلاقها وجوازها ومشاكلها. دلوقتي دخلنا في الفنانه ياسمين. في ايه؟ احنا ما عدناش بنشغل نفسنا غير بالغير. يا جماعة ولو كل واحد يشغل نفسه في حياته وبيته، أكيد كل أسرة عندها ثانوية عامة، عندها إعدادية، عندها هيتخرج من آخر سنة في الجامعة، عندها ابنها هيخطب، عندها بنتها داخلة على جواز، عندها مشكلة بحد مرضية في بيتها، عندها. انتوا شاغلين نفسكم ازاي يعني كده؟ ولا لاقيين وقت تشغلوا نفسكم ازاي؟ اقسم بالله ما لاقي وقت امنتج فيديوهات والله العظيم يعني. الواحد بيبقى طموح ان قناته تكبر وكل حاجة، ويعني مش لاقي وقت ان هو يعمل حاجة لطموحه ده. وانتوا ما شاء الله شاغلين نفسكم. ياسمين عيطت وقالت انا بعشقك يا احمد، واحمد راح رد عليها على تويتر واخو ياسمين رد على ياسمين وقال لها ما اعرفش ايه. يا لهوي يا لهوي يا لهوي عراي. عراي نعمل افكات يا لهوي. ايه يا جدعان؟ ايه يا جدعان؟ في ايه؟ ده انتوا يعني حتى كده لو هما في دماغهم يرجعوا من بعض، اقسم بالله انتوا كرهتوهم في بعض، والله العظيم كرهتوهم في بعض. ده انتوا يعني بقول لك ايه، يا بخت من وفر سيد بالحلال. ده انتوا كده هتضيعوهم خالص. سيبوهم هم يحسوا بالمشاعر اللي حاسين بيها ويرجعوا بناء على رغباتهم هم. مش هو انا عايزه افهم حاجه، هي الناس اللي هترجع والناس اللي هتبعد ولا ايه بالظبط؟ احنا وصلنا مرحله ان احنا، انا بقيت حاسه ان الناس هي اللي فاكره نفسها ان هي اللي هترجع الشخصين دول لبعضهم. لا، هو ربنا اللي باذنه هو اللي هيولف القلوب، وباذنه هو اللي خلى فيه مشكله وحصل طلاق. والله اعلى واعلم ان زي ما ياسمين قالت في البرنامج بتاعها، اكيد ربنا ليه حكمه في كده اكيد. فاحنا بلاش نحشر نفسنا بقى في حاجات ملناش فيها، حاجات يعني فيها قوة إلهية كده بتاعة ربنا. يمكن ربنا عمل يعني عصر المشكلة بتاعتهم دي، او عصر جوازتهم دي، وخلى في طلاق عشان هيسرها في حاجة تانية، او في حاجة تانية يعملها لهم، او يمكن عشان يرجعوا لبعض احسن واكتر يعني واقوى، وحبهم لبعض يكون اقوى. فاحنا ايه في ايه يعني؟ من ساعة ما جت في برنامج الفنان اسعاد يونس، واحنا عاملين الناس مصر كلها بتتكلم، و5000 فيديو في اليوم. وانا كل ما امسك الموبايل الاقي ما فيش غير فيديوهات على الموضوع ده وعلى المشكله ده. فانا ياسمين رجعت، فانا ياسمين لا ده ما فيش لا رجعه، ده احمد العوض بيقول كذا كذا كذا، في نهايه الكلام يقول لك ده معناه كلامه كده ان ما فيش رجعه. هو الراجل ما قالش حاجه يا جماعه. انتوا بتاخدوا الكلام وتفهموه بمزاجكم، وبتعمموه على العالم، على الناس كلها تتفرج. ليه بتفرضوا بتعملوا كنترول على وجهة نظر بتاعتكم انتوا، وتعملوها عامة على الناس كلها؟ ليه؟ في ايه؟ انا مش فاهمة.
الراجل ما قالش حاجه ولا اتكلم في رجع ولا مش رجع، الراجل كلامه كل عام وباحترام، بيتكلم عليها بكل ادب وباحترام وحب جميل ما شاء الله، يعني ربنا يديمها عليهم نعمه كده الاتنين يا رب. يعني حاجه كده فريده والله من نوعها، حاجه ما شفتهاش على الوسط الفن كله في مدار عمري، يعني سبحان الله. اتنين فنانه وفنان بيتعاملوا مع بعض بالادب وبعد الانفصال بالطريقه الجميله دي، وبيحبوا بعض وبيودوا بعض وبيكلموا بعض في كل برامج كلها بالطريقه الجميله دي. خلاص سيبوهم بقى، يعني خلي الحوارات بينهم وبين بعضهم حتى لو عن طريق برنامج او طريقه غير مباشر، هي الدنيا هتيجي واحده واحده. انما انتوا بتخشوا في النص، يعني بتولعوا الدنيا اكتر، وبيتخلوا لو في مثلا حاجه في رجعه خطوه مش هيبقى فيه ولا حتى 10 خطوات، اصلا نرجع ورا 10 خطوات. فبجد ده ايه ده يا جماعه؟ يبقى انتوا حماتي عليا، اقسم بالله انا تعبت والله. مش يبقى انتوا حماتي عليا يعني في ايه؟ في ايه ده؟ النميمه بقت علن كده. ده الواحد بيخاف يتكلم على جاره يا جدعان، وبيخاف يقعد مع حد عشان ما يتكلمش على حد، واحنا شغالين عاملين نقطع فروة الفنانة ياسمين والفنان احمد العوضي. ده تعبوا نفسيا، ده ايه ده؟ ده الناس يعني كتر الف خيرها بيتها شرقت 5000 شرقة، يعني مش كده والله العظيم مش كده. كلمتين بس صراحة كانوا واقفين في زوري بجد، لاني صراحة احنا سيبنا قضية فلسطين والاطفال اللي بتموت كل يوم وبلا مأوى وبلا مأكل وبلا ملبس وبلا اي حاجة في اي حاجة، ودخلنا في قضية ملناش فيها، يعني اصحابها اصلا ان شاء الله باذن الله يرجعوا لبعض ويبقوا زي الفل ومية فل وعشرة. بس احنا بس نشيل عيننا من عليهم، بس عينينا نشأناها دي وخيناهم فشكلوا، والله العظيم لو شلنا عينينا من عليهم بس اقسم بالله الناس هترجع زي الفل. انما اصلا دي عين الناس اللي هي حاطه مع تحت العدسه بتاعتها كده. فبجد احنا لو شلنا الناس بس شالتهم من عينيهم شويه كده هيبقوا زي الفل والله. ركزوا بس في قضيه فلسطين واطفال فلسطين. لو معاكم تبرعات ولا معاكم فلوس ولا معاكم اي حاجه يا جماعه، شوفوا الاماكن اللي بيتبرعوا فيها فين. ركزوا بس اعملوا كده ادمن الصفحه بتاع المخاصره فلسطين، اعملوا اي حاجه، اعملوا اي حاجه فلسطين والاطفال اللي فيها. الواحد بيبقى هيتقطع قلبه كده من مناظر يعني. سيبكم من المشاكل اللي زي دي، المشاكل دي هتتحل، ده باذن ربنا يحلها. زي ما ربنا فرقهم ربنا قادر يجمعهم. فبجد كده كتير والله كده كتير. انا كفايه عليا حماتي اقسم بالله بقول لكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. المهم الروتين بتاعنا كده النهارده. حماتي لقيتها بتقول لي ايه؟ انت بتعملي ايه؟ ايه المنظر ده؟ انا ابني عايش في البهجله دي ازاي؟ قلت لها معلش يا طنط بقى نعمل ايه، نصيبه بقى كده، نصيبه بقى نعمل ايه، طلقيه يا طنط. طلقيه وارتاحي. ايه يا طنط؟ ما هو البيت فيه ولاد يعني، ولازم يبقى فيه يعني، ما انا شايفاه ان دخلت لقيتني بنضف يعني يا طنط بقى ايه المشكله يعني؟ ايه ده؟ مش منظر ده، انا زي ابني يعيش كده وما يعيش كده. قلت لها معلش يا طنط خليها عليا انا المره دي. فانا هرد اقول لي برضو حماتي يعني ليه عليا احترامي حتى لاخر يعني نفس في حياتي. فقالت لي امال مش تعملي ابن اكل؟ قلت لها لا ده احلى صينيه مكرونه ابن حضرتك يا وانا ليه بركه اللي هو ده مش اي حد يعني، ده ابن طنط العسل يعني. بتقولي لحماتك يا طنط ليه؟ ما قالتليش قولي يا ماما. فانا بصراحه ما هقول لها يا ماما يعني، هي تقول لي قولي ما قالتليش قولي يا ماما يعني. من يوم ما اتجوزت ابنها ما قالتليش قولي يا ماما دي خالص. فانا ساعات بقول لها يا حماتي يا طنط بس هي سكر صراحه، حته سكره بامانه يعني. وبكده احنا خلصنا اوضه الاطفال وخلصنا اوضه الانتريه والحمد لله تمت على خير. هنعمل بقى الشباك ده، هذا شكله معفر على الاخر. وعايزه اقول لكم الدبان اليومين دول بجد حاجه يعني تقرف بامانه يعني. يعني مش عارفه في حاجه كده غريبه قوي في البيوت كلها، حتى لما سالت قال لك الدبان في البيوت كلها. فانا فكرت عندنا والله كنت هتعب نفسيا. يعني غتت ورخم وبيلزق كده ما بتشالش، حتى مهما تهش ما تنشيش اكنك يعني سبحان الله. تقعد تهش وتلاقي الدبان خرا كده قدامك، وفجاه كده تقفلي الشباك تقولي الحمد لله، تقعدي بقى تلاقي الدبان رجع تاني متعرفيش ازاي. آه الحمد لله بجد. الروتين بتاع النهارده كان جامد ومتين. فخلصنا عملنا مكتب استاذ عبده السيد، والحمد لله برضو خلصناه كده على خير. يعني احنا بنعمل المكتب واحنا خايفين نيجي جنب اي حاجه، يعني عشان ورقه تروح يمين ورقه تروح شمال يقولك ضيعت له مستقبلي.
فعشان ما نضيعش مستقبله بقى ونجيب له حجة بقى، فاحنا بنحاسب على اي حاجة من اللي بنجيبها يمين بنرجعها زي ما هي، بنجيش جنبها تاني. تمام، مش عايزين الحجج بقى، احنا اخر سنة في الجامعة بقى، عايزين نخلص من دي سنة. اللهم صل وسلم على محمد. فرجها ربنا كده وخرجنا من الاوضه دي والاوضه دي وطلعنا في الصاله اخيرا الحمد لله، كده قربنا. برتاح نفسيا كده بخرج من الروتين صراحه، كده بحس ان العمليه هديت. الصاله بقى استاذ ما انتوا شايفين كده ما فيهاش حاجه يعني، دي حاجه بسيطه خالص. هتاخد لها تنظيفه الكراسي كده و... والارض كده. انا يعني كنت مظبطه الدنيا من فتره وكده والحمد لله. بس عايزه اقول لكم بصوا، زينه رمضان لسه محطوطه. الكلام ده بعد رمضان تقريبا باسبوع حاجه زي كده يعني، ما يعني او 10 ايام. بس بقول لكم برضو ان انا ما ببقاش فاضيه منتج والله فيديوهات كتير جدا على الموبايل، اكتر من هم على القلب، بس مش لاقي حد يمنتجها. ما حدش يجي يساعدني. مش كده، ان نفسي وانا بسجل الفيديو او بصور الفيديو، اما اتكلم وانا بعمل فيديو، والله يا عايزه ده انا اقول لكم انزله كل يوم 10 فيديوهات. لكن القصه ان انا بصور فيديوز في صمت واجي عشان امنتجه بقى وانزله لكم بقى كده بكلام جميل كده، الاقي نفسي مش فاضيه اتكلم او مش قادره اتكلم او ماليش نفسي اتكلم او قرفانه مش قادره يعني امسك موبايل كده. في حاجات كتير يعني، حاجات كتير كتير. يفوكوا شرها يا رب. احنا طبعا خلصنا الاوضتين وخلصنا الصاله الحمد لله، دخلنا بقى على المطبخ. انا بقول لكم الدنيا يعني ما كانش يعني بايظه خالص، بس عملتي كانت شايفاها بايظه مش عارفه ازاي يعني. بس هي عادي مش مشكله، عادي. انا واخده على حماتي كده، ده عسل عسل، ربنا يخليها لي يا رب، ويحميها لي يا رب ويخلي لي يا رب. المهم بقى خلصنا بقى، ومادام دخلت في المطبخ عرفت ان الشقه خلصت. ياه، لما بدخل المطبخ بحس ان الدنيا خلاص يعني راقد. آه روتين يا رب كده يكون عجبكم. وروتين خفيف جدا وما شاء الله كده، اتكلم مع بعض كلمتين كده حلوين. تعالى بقى اوريكم زينة رمضان. اي نعم يعني جايه متاخره شويه يعني، رمضان الجاي قرب يجي وبوريكم زينة رمضان اللي فات. بس والله كان نفسي اوريها لكم في وقتها، بس مش عارفه بقول لكم كان في رمضان السنه دي كان يعني باظ زياده عن اللزوم ومشغوله فيه جدا جدا. اشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.